لو عايزه تاكلي احلى قشطه تعمليها في البيت، هاتي اللبن الحليب وصفيه وحطيه انت في البيت. اعملي، انا كنت جايبه بالصلاه على النبي، الف صلاه على النبي، يا رب بارك لكل من عنده الخير يا رب. كنت جايبه 6 كيلو لبن، شلت كيلو نشربه والباقي عملته قشطه ولبن راي. سخني الحله، ما تحطوش في حله المونيا، حطيه في حله ستانلس، او لو عندك فخار هتحطي فيه، او شاليه او شوفلو زي ما الناس بتقول، فلاحين بنقول عليها. هتسخنيها الاول، لان احنا في الشتاء لازم الحاجه اللي تحطي فيها اللبن تكون سخنه جدا، علشان خاطر اللبن ما يغيبش ويروب معاكي، وما يغيبش ويطلع القشطه. صفيت اللبن بعد ما سخنت الحله على النار، وبعد كده صفيت اللبن حطيتيه فيها، وسخني الغطا كمان على النار. حط الغطا على البوتاجاز دقيقتين يسخن، وقوم مغطيه الحله، وحطي عليها قماش لفه حواليها فوطه، ملايه، دفايه، اي حاجه علشان ما تغيبش. احنا في الشتاء اللبن بيغيب 4 ايام 5 ايام على ما بيطلع وتطلع القشطه، لا ده غايب يومين اتنين. كنت حاطاه يوم الجمعه بالليل الساعه 12، يوم لحد قبل المغرب لقيتها طلعت القشطه واللبن بقى رايب. ما تغيبهاش ان هي تروب، تغيبيها وتسيبيها لما تصفر، القشطه تصفر وتمرر ويبقى طعمها مر، لا. خديها وهي لسه كده حلوه، تعرفي تاكلها تبقى القشطه بتاعتها مسكره. زي ما حضراتكم شايفين كشفت عليها. هنشوف كده لما انت تعمليها انت في البيت هتكسبي، ولا هتجيبيها جاهزة وخلاص وتريحي نفسك. احنا عملناها في البيت، خدنا منها نص كيلو. انا وزنت الطبق وصفرت الميزان، يعني خليته زي صفر علشان خاطر نشوف وزن القشطة دي قد ايه لل5 كيلو لبن اللي احنا عملناه. ألف صلاة على النبي، 550 جرام، يعني نص كيلو وزيادة كمان. ديت القشطة بس اللي طلعت منها. اللبن الرايب هتاخديه تعمليها جبنة لو انت عايزة، او تعبيه في الاكياس وتحطيه في الفريزر، تعجني منه بتاوي، قرص، اي حاجة تعملي منه، اي حاجة عندك هتعجني بيه، او هتعملي بيه جبن. ممكن التقشيط اللي فوق دي اللي تحت القشطة على طول بتاخديها تاكليها، بتبقى طعمها لذيذ مع شوية عسل اسود، بتبقى طعمها خرافة. تحطي ده على ده بتبقى طعمها حاجة تانية خالص. لايكات وتعليقات وشيروا الفيديوهات علشان قناتي تكبر بيكم. ده كان فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد.